شلون الولد وياكم فيكسد مقطع جديد اليوم يا ولد. الأحداث اللي صايرة بالعراق شي غريب. يوميا طلعت لنا فضيحة، يوميا طالع لك فد شي. العراق ما أدري إيش صار له، ومو بس بالعراق طبعا، حتى بمصر صايرة ترندات. يوميا طالع موضوع، يعني إذا ما يطلعون فد يوم ثاني يوم يطلعوا لك دبل موضوعين. ما أدري شنو السالفة. أكو شي غريب دا يصير، وذول أشياء جاي تغطي عليهن، أو الناس صارت همج بوي هاي السنة الجديدة. ما أدري، الناس شوية قمزت، ما أدري إيش سالفتهم. ومو بس هيك، مو بس قنزوا الناس، لا، وسطت بيهم بجاحة. بعد صار الاغتصاب ب1000 دينار، حتى ببلاش، يعني ب1000 دينار. ناس هذا شيء عجيب. ومن بين الابتزاز أيضا، مثل ما مكتوب بالتايتل أو العنوان، الفنانة زهراء بن الميم صار لها تهديد أو شيء، يعني ابتزاز أو شيء، جاي خابره وأسوي لك وشوفت هاي المحادثات للكل. والناس اجوا يمسرطون، يقول لك والله هاي دور طشة، هاي يجي يفضحها او من هالاشكالات هذه. ومو بس هيج، وفوق كل هذا الغباء اللي يصير، يجونك ذول المزعطة او الذباب الالكتروني، يحاولون يخربون سمعة المشهور وفوقها، يعني يدعمون المبتز. يعني مو يصير ويا المشهور، لا، او ويا الشخص، حتى لو مو شرط مشهور، مو ويا الشخص، لا، يجي ويا المبتز. ومثل ما راح تشوفونه بهذا المقطع. والله يا عيني رقم غريب، لذلك مدى أرد وشفتك لحيته هواية. يعني خير، منو حضرتك؟ زهراء البارح عندي فيديو لك، وانا جاي احكي بمصلحتك. الفيديو هذا حتى لا تطش، يا فيديو حتى لا العراق كله يشوفه. عندي فيديو لك صباحي حتى لا يطش، العراق كله يشوفه. اريد منك على كيفك بابا، على كيفك. دقيقة أول شيء انت بس لاحظ لي البجاحة اللي عندي فيديو إلك. ترى انا احكي لمصلحتك، ها. يعني هسه شوف، حتى وان كان صدق اكو شو اسمه، اكو مقطع إلها، ما راح يجيك يخابرك يقول لك ترى عندي مقطع لك حبيبي. شايف شلون؟ حتى وان كان إلها ما راح تجي تقول لك لا ارجوك هذا مقطعي. يعني ما ادري صدق، ترى اكو شيء، لا تخلون ببالكم انه مثلا ما اكو شيء. لا، اكو يسوي لك بالذكاء الاصطناعي، او يجيب لك مقطع ويلزق لك فوتوشوب. اكو موجوده، وهذا الشيء مو جديد، قديم ترى حيل. بس بنفس الوقت مو تجي انت والله مشهوره، هاي بنيه تسويها مو شرط. مهما كانت البنيه، ما انت ما تجي تحط بحظك وببختك وتجي تتهم بيها مثل اللي شفناه. وشي غبي ترى. موضوع مقطع طويل، ما راح اشوفه كله اكيد. بس انا حبيت احكي عن الموضوع الغبي جدا. ومو بس هذا، اكو موضوع ثاني صار بيوم 31 12 بالشهر اللي فات. بكل ساعة 12 يعني صار هذا الشيء، صار ترند يعني اعتقد بالعراق. يعني بدين راح تتصور هي واهلها، راح تتصور التنويرات او الالعاب النارية، فالتموا عليها الحيوانات. والله حيوانات يا اخي. الحيوان اذا يشوف بزونه مثل بزازية اثنين شباب، بزونه صغيره ما راح يجي يمها. حتى هم تعدوا مرحله الحيوانيه، هم اقذر من الحيوان يعني. ما تدري هسه شنو، شاد احكي وياهم، شاد اوصفهم قليله يعني. تخيل هاي توقع بعرضك، بحظك، ببختك يعني. ما تدري هاش بيهم الناس وين وصلوا بالبجاحه، ما تدري. يعني ما في شرد اقول له، شرد احكي ما تدري. ناس حثاله، كل حثاله زايده عليكم. اخي الكلام، اكو كلام ما ينحكي، تدري شلون؟ تعرف شلون يعني؟ تفهمني انت اكيد. يعني اكو كلام، يعني اذا احكيه اني، يعني ما اعرف شلون احكي له، يعني طرف لساني. وبسبب هالغباء هذا حبيت اسوي هذا المقطع، وكانوا ياكم فيكسد، والله حيهم.